ازاي وزنك بيزيد في رمضان رغم ان انت صايم؟ الحقيقه الصادمه. بس الاول اتاكدوا ان انتوا عاملين لي فولو. انا دكتوره يارا نواوي وده رمضان السعاده. ناس كتيره جدا بتقول ان هي بعد ما بتطلع من رمضان بتلاقي وزنها زايد جدا. طب ازاي؟ ده انا طول اليوم صايم وما باكلش. ده يا جماعه ببساطه لان انت طول ما انت صايم مستوى السكر والانسولين في دمك قليل جدا، ومجرد ما تبدا تاكل، وطبعا تاكل وجبه غنيه بالنشويات والسكريات، على طول سكرك بيضرب وانسولينك بيطلع في السماء. وساعتها جسمك ما بيعملش غير حاجه واحده بس، هو انه يخزن دهون بدل ما يحرقها. الحل ان احنا اول حاجه نفطر على تمرايه واحده ومعاها ميه، وبعدين ناخد بروتين خفيف زي الشوربه مثلا، وبعديها نركز في اكلنا على البروتين وعلى الالياف، ونحاول نقلل على قد ما نقدر النشويات، وخصوصا النشويات البسيطه زي الدقيق الابيض والمكرونات. وكمان نحاول ان احنا نمنع تماما الحاجات المقليه والحاجات المسكره جامد. وبكده هضمن لكم انكم هتطلعوا من رمضان خاسين. اكتبوا لي بقى اسئلتكم في التعليقات وهستناكم الفيديو الجاي.